تعال نشوف الروتين الجامد بعد ما ذبحنا البط. مسكت العشة من بره ومن جوه. بصوا خليتها شمعة، المشمع من جوه ومن بره. وحوريكوا بقى العمال اللي عملتها. خليت الباب زي ما انتوا شايفين شمع، والارض شفتوا جوه بقى عامل ازاي. حوريكوا خليتها عبارة عن قشطة كأن مفيش بطة كانت جوه. بصوا الجمال. مسكت الحيطة والخشب اللي فيها زي ما انتوا شايفين كده، خليتها شمعة، خليت روح كده جميلة وحلوة فيه من المعطر والكرور والصابون. خليتها زي الفل. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. آخر حاجات للبط ده عندي. سيبكوا بقى من الشقة دي كلها، من قبل الشقة كده سيبوكوا وتعالوا نشوفوا بقى اللي بره الشقة. ما احنا لازم ننظف الشقة اللي هي اللي ننظف اللي بره قبل ما ننظف اللي جوه، عشان خاطر ايه؟ نستقبل بقى رمضان واحنا كده ايه، مفيش اي روايح من الطير عندنا ولا اي حاجة. وبرضو ايه، نستعد للي هيجي بعد كده. بصوا البط بقى محضره له اكل قبل ما يتذبح، لان حرام لازم تاكليه قبل ما يذبحوه. زي ما انتوا شايفين كده قدامه ميه وقدامه الاكل، وهناخدوهم بقى ايه نذبحوه. زي ما انتوا شايفين كده ذبحناهم وحضرتهم اهوت، وقعدنا نتسلوا فيهم بقى ايه انا وجوزي. طبعا مش هجيب لكم بقى ايه اللي حصل ولا نضفت ايه والكلام ده كلته، انا بوريكم بس اللي ايه اللي احنا ذبحناهم. وده بقى الروتين بتاعنا النهارده، ان احنا لازم ننضف العشه ديت، اخليها شمعة. بصوا الباب عامل ازاي، بصوا المكان جوه عامل ازاي، بصوا بقى الاكل اللي فضل طبعا لازم هيترمى. لازم ابوش العشه دي كلها كده من جوه قبل ما نحط فيها بقى ايه فرشة ولا اي حاجة، لان طبعا فيها ايه السبلة بتاعتهم حوالين الخشب وحوالين السلك. ناخدوا بقى الاكل اللي فاضل هنرموه، مفيش داعي منه خالص طبعا. ليه؟ عشان خاطر ما ينفعش اصلا ان احنا هنحتفظ بيه، لان لازم هنترمى. زي ما انتوا شايفين كده رميته بقى كده كله. وحاجات بقى اللي انا كنت باكل فيها كده، عايزه اقول لكم خليتها شمعة كده خالص. لميت بقى هنا زي ما انتوا شايفين الفضلات والاكل، ولسه بقى اللي جوه انا سبتها تنشف بس شوية عشان خاطر اعرف اكنس بقى ايه اللي بره واللي جوه قبل ما نحط فيها مية نبوشها بقى كده ايه، لان حواليها كده هوت بتبقى فيه يعتبر اكل ويعتبر فيه سبلة بتاعتهم بين الخشب والكلام ده كلته. انتي لو جبتي تير بعد كده هينقر فيه، وما ينفعش ان اي طير ينقر في السبلة القديمة، هيعيوا منك على طول. انا ان شاء الله مش هجيب دلوقتي اللي على العيد الكبير، فلازم انضفها تنظيفة ما يبقاش فيها اي ريحة جوه خالص كده عندك ايه في الشقة. هوريكم برضو كده ايه يعتبر طبعا حاجتنا ديت كده. رحت واخده بعضي. بصوا كنستها كنسه حلوه على الناشف زي ما انتوا شايفين. ببقى قاعده بقى على الجيركن دوت ولا بعمله كرسي كده، واروح ماشيه بيه كده هوت، واروح مفحره بقى ومحضره زي ما انتوا شايفين الخرطوم. نضفتها كده هو على الناشف، ورحت ايه كنساها، ورحت لماهم وحطيتهم بقى هنا ايه يعتبر في الجردل. قعدت على الجردل بقى وقعدت ابوش العشه الاول قبل ما اغسلها. يعني تبوشيها كده علشان اللي في قلبها بصوا يطلع، وتبوش لو فيها حاجة ناشفة تطلع. السلك ده كلته هيدعك دلوقتي بالكلور والربس، وهخليها لكم فله كده زي ما انتوا شايفين كده. لازم حوالين الخشب ده لازم يبوش كده عشان خاطر يطلع اللي جواها، يطلع كده زي ما انتوا شايفين. والخشب ده كلته لازم هيتغسل كله قبل ما تجيب اي دورة تانية. لازم تعملي كده، خصوصا انا عندي بقى البلكونة بتبقى ايه يعتبر بره، والحتة اللي بنقعدوا فيها جوه. والحتة اللي بنقعدوا فيها جوه دي اللي احنا بقى بنفطروا فيها في رمضان قدام التلفزيون، والحبايب تتلم والاحفاد يتلموا. فلازم ما يكونش فيه عندي اي جنس روايح خالص. زي ما انتوا شايفين كده انا زعفت الاوضه اصلا، زعفت الاوضه زعفت العشه
قبل ما ارش عليها ميه نزلت كل التراب اللي كان فيها، لان البط بقاله كام شهر. بصي حوالين الطوب ده كلته سبله سبله كده هو ناشفه فيه، فخليتها بقى باشت كده كلها الاول عشان خاطر انها تبوش، واقدر ان انا ادعكها بالفرشه واروح مطال يروح كل ده نازل. او زي ما انتوا شايفين كده هوت، اروح ايه، بصوا كل دي كده لازم تبوش، بنعيد عليها مرة واتنين وتلاتة عشان خاطر ايه، ما يبقاش فيها اي حاجة. زي ما انتوا شايفين بوريكم ان في حاجات بصي بتبوش وبتطلع، رغم ان انا كنساها كنسة حلو، بس بصوا المنظر ده. ما بالكم بقى لما جيت دعكتها بقى بالفرشة كده هوت، طلعت اكتر واكتر من جوه. انت بقى لو هنجيبه مثلا فراخ بعد كده، الفراخ بتنقر غير البط، يعني الفراخ بتقعد تنقر في الحيطة، كل دي هتبقى سابلة في الحيطة وتعييهم ويجيلهم أمراض. فانت لازم قبل ما تجيبي دورة تانية لازم تنضفي الدنيا بحالها زي كده، زي ما انت شايفين كده. بصوا اللي بيبقى طالع من المية، بصوا ببوش كل حتة موجودة في العش. ليه؟ علشان احنا برضو ساعات بنقعدوا بره كده في الحتة اللي هي اللي بره ديت، بنجيبوا كراسي ونقعدوا فيها، ما تبقاش ليها روايح ولا اي حاجه. غير كده انا هغسل برضو الموكيت الصغير يعتبر في المكان ده، وما ينفعش ان انا هبوش الايه الارض ويطلع منها وساخه على السجاد، لازم ما تكونش فيها اي حاجه خالص. هنا بقى بره يعتبر ايه في العشه من بره، شوف انا بعملتها من جوه وبعملها من بره برضو، علشان الخشب ده هو كلته يبوش زي ما انتوا شايفين، والسلك ده لازم كلته يبوش كده هوت من بره ومن جوه زي ما انتوا شايفين. حتى المشمع نضفته وخليته زي الشمع، لان بصوا المنظر زي ما انتوا شايفين كده. مسكت بقى ايه الفرشة كده اهو زي ما انتوا شايفين، والفرشة بتدخل جوه الايه، جوه يعتبر السلك المحطوط ده هو، وتطلع اللي بين الخشب من تحت ومن جوه، وما خليتش فيه اي حاجة ولا اي روايح ولا اي حاجة انها تطلع بعد كده. غير كده ان احنا لسه ما روقتش الشقة جوه، عشان خاطر اما اجي اروق جوه تبقى الدنيا بره نضيفة وما يكونش فيها اي حاجة. كده انا بقى ايه من جوه زي ما انتوا شايفين، سبتها طبعا تبوش قبل كده. بصوا بقى بتطلع كل حاجة هو يعتبر جوه الخشب، ويعتبر بين ايه بين السلك وبين الخشب كده هوت، بيبقى في حاجات رفيعة بتخش فيها وبتبقى لازقة فيها، لان احنا بقالنا كام شهر يعتبر. كنت طبعا بسيق، عشان كده كنت بقول لكم كنت بحط حاجات تحت البط وبسيق، لازم كل يوم لازم كنت اسيق. بص مهما كان كنت سيقت بس برضو لازم، بصوا يعتبر برضو لازم يطلع منها السبلات بتاعتها، او الوساخة بتاعتهم البط والكلام ده كلته مهما كنت نضفت. مسكت الحيطة كده اهو زي ما انتوا شايفين. بصوا طبعا كل ده بقى باشت لان انا قعدتها يجي كل شويه ارش عليها ميه واروح سايباها، وهنا بقى ايه اكنس كده واروح ايه يعتبر موديه على ايه على البلاعه. بصوا بين الخشبه دي خلي بالكم كانت برضو مليانه سبله. هنا طبعا ببوش الحيطه، بصوا المنظر، بصوا بيبقى لازق كل ده في قلب الحيطه. مش معقول كل الحاجات ديت انا حاسبها وايه واروق جوه، لا لازم انضف الاول بره عشان خاطر ان انا ايه انضف جوه ما بقاش هنا في اي حاجه خالص، لان يجي علينا رمضان كده هوت نسيبنا بقى من الاكل والشرب والكلام ده كلته. قلت لازم انضف العش قبل اي شيء عشان خاطر اعرف ان انا بقى ايه اروق جوه حلو وافرش جوه لاستقبال رمضان ان شاء الله. بصوا بقى المشمع ده طبعا كنت بقفل العش عليه عشان ما يجولهمش هوا ولا حاجه، يروح ايه زي ما انتوا شايفين كده هوت. شايفين المشمع لما كان بيبقى مقلوب طبعا بيبقى جوه البط بياكل ويطرطش عليه، مسكته زي ما انتوا شايفين كده هوت خليته شمعة كده. مش عايزة جنس اي حاجة تكون مطرحها من البط سبلة ولا اي حاجة، زي ما انتوا شايفين كده نضفتها وخليتها زي الشمع. طبعا اللي ماسك قصادي حزومة حبيبي، بصوا كده اهو زي ما انتوا شايفين خليتها زي الشمع، بقيت ادعكها من بره ومن جوه، وخليت بقى العشه قشطه قشطه كده خالص
زي الشمع. ليه؟ عشان ان جبت حاجة ان شاء الله، بس مش دلوقتي بإذن الله، بعد بقى رمضان والكلام ده كلته، على العيد الكبير كده ولا حاجة، ما يبقاش فيها اي حاجة. تيجي فرخة تنقر تعمل تخلي وتسوي، بصوا صابون وكلور عايزة اقول لكم ومعطر. مسكت الباب ده بقى، ده تاني عندي البتاع الجوانتي ده كده موجود عندي، رحت ايه ماسكاه بقى بايديا بقى كده اهوت. بصوا زي ما انتوا شايفين الكلور والمعطر والصابون، زي ما انتوا شايفين خليت الدنيا عبارة عن شمع، ولا فيها ريحة ولا بقى ولا فيها اي حاجة. زي ما انتوا شايفين كده اهو. مسكت بقى الباب، عشان الباب كنت مبوشاه، في حاجات طلعت وفي حاجات ما طلعتش. محتاج بقى ايه زي فرشة، طبعا انتوا عارفين الجوانتي ده خشن، فايه كان موجود عندي وما رميتهوش. برضو رحت واخداه بقى كده، قلت بعد كده اروح ارمياه بقى بعد العمايل دي كلها. بصوا كده اهوت، مسكته بقى كده الباب خليته عبارة عن شمعة، من جوه من هنا ومن بره، وهتلاقوا العشة قشطة قشطة كده خالص. زي ما انتوا شايفين كده اهوت. عايزين بقى ايه الضيوف اللي تجينا، او بناتي لما يجوا بقى كده ان شاء الله في رمضان، ما يبقاش فيه موجود اي حاجة. الشقة اللي جوه ما عملتش فيها اي حاجة خالص طبعا. لازم الانسان ينظف الاول اللي بره، وبعدين ينظفه اللي جوه، عشان خاطر ايه ما يبقاش بقى فيه اي حاجة خالص كده ليها اثر للتر عندنا. زي ما انتوا شايفين كده. ان شاء الله عودة كده تاني للطير، بس مش دلوقتي بإذن الله. لازم طبعا. العشة دي عايزة اقول لكم متكلفة متكلفة يعني، فحرام لما انا ايه اهدها. بصوا المشمع ده كله برضو غسلته اهو، زي ما انتوا شايفين طبعا كله تراب من الجو. وهو يعني جوزي حاكمها لي كده خالص، مش مخليه فيها اي نفس. فحرام لما إيه اهد عشه زي دي صراحه. حط فيها اي فرختين بقى بعد كده بتاع، غير بقى ايه البط. ال- الفراخ خفايف، مش زي البط، بيبقى محتاج بقى اللحوسه الجامده دي. طبعا هنا برضو مسكت بقى المشمع من بره كده هوت، زي ما انتوا شايفين. خليته برضو قشطة كده خالص. بصوا هنا كله كده بالصابون والكلور. عايزة اقول لكم انا كل هدوم دي عبارة عن مية من اولها لاخرها. بصوا دعكت بقى المشمع كده هوت، كان من جوه وكان من بره، خليته شمعة كده كأن مفيش اي حاجة. احنا كده طبعا عايزة اقول لكم لسه مكان الفراخ تحت عملناه، بس انا عملته بس لسه ما نزلتش الفيديو بتاعه. طبعا هقول لكم برضو ايه اللي انا عملته فيه، بس لما يجي بقى ايه الفيديو بتاعه ان شاء الله هتشوفوه. مكانه طبعا لازم يتنضف ويتعقم كل ده. بصوا زي ما انتوا شايفين هنا برضو بقيت اكب بقى هنا كلور كده اهو، زي ما انتوا شايفين. والخلطة اللي انا عاملاها دي، وده مشمع عامله كده على السلك، عشان لما كانت الدنيا بتشتي او تجيب هوا بنحافظه برضو ايه على الطير. زي ما انتوا شايفين كده هوت، ده مشمع كده. ومسكته برضو خليته عبارة عن شمع. بعد ما خلصت بقى تحت، ما كانش في اي حاجة ولا في اثر لاي حاجة. والحيطة خليتها شمعة كده من تحت، والبلاط والعشة كلها من بلاط. قلت بقى امسك المشمع كله واروح منزله. كل ده يعتبر تراب بقى من الجو اللي بقاله كام شهر كده هوت. يعتبر العشة بقى ايه، احنا عارفين الجو هنا. انا عارفة ان ما فيش هنا البط هيجي ناحيته في حاجة، لا، بس كانت كلها تراب صراحة. اهو بص عايزة اقول لكم انا همت كده هوت خالص خالص صراحة. زي ما انتوا شايفين كده هوت. وكتر خير حازم هو اللي كان بيصورني، جه من المدرسة لقاني بقى ايه شغالة كده، وراح ايه مصورني شوية قبل ما يمشي. بصوا بقول لكم، بصوا خلصت هنا وخليته شمعة كده خالص زي ما انتوا شايفين. وهنا برضو اهوت زي ما انتوا شايفين. بقول لكم ما تنسونيش في اللايك والشير، واللي يشوفني لاول مره يفعل الجرس عشان يوصله كل جديد فضلا وليس امرا. ويا رب يكون فيديو النهارده كده عجبكم وينول اعجابكم وما تنسونيش في الاشتراك برضو في الايام المفترجه ديت. وكل سنه كده وانتوا طيبين. وخليت العشه شمعة اهوت، زي ما انتوا شايفين كده اهوت. بوريكم النظافه والجمال والروائح الحلوة الجميلة هنا. ما عادش بقى في اي اثر للبط ولا فيها لا مؤاخذة اي حاجة وسخة ولا اي حاجة. وما تنسونيش في اللايك والشير، واللي يشوفني لاول مرة يفعل الجرس عشان يوصله كل جديد فضلا وليس امرا.
بقول لكم اهوت ان ايه النظافة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين بقت حلوة وزي الفل وجميلة من جوه ومن بره اهوت. بصوا الباب قشطة، والعشة من بره قشطة كده خالص، من جوه ومن بره خليتها زي الشمع. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، وبقول لكم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.